طبعا في 2026 كلنا شفنا الموبايلات وشفنا الكاميرا بامب اللي ورا او الحته البارزه الرخمه اللي بتبقى ورا في الموبايل دي، وكلنا كمان جربنا لما نحطه على الترابيزه بنشوف قد ايه بيطبل بسبب الحته اللي بارزه دي. ولكن يا صديقي عايز اقول لك ان البروز ده مش شكل ولا حتى قرار تصميم، دي بس اللينس بتاعت الكاميرا مش لاقيه مكان جوه فطلعوها لبره. طب ليه بقينا نضطر نطلع اللينس بره الموبايل بالطريقه دي؟ وهل هتكبر اكتر ولا هتصغر ولا ايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه؟ وهل ده الحل الوحيد ان احنا نكبر الكاميرا بالمنظر ده والموبايل يفضل يطبل على الترابيزات؟ تعال نشوف. اللي انت ممكن تكون ما تعرفوش يا صديقي ان احنا بقالنا 3 سنين ونص في موبايلات زي موبايلات سامسونج مثلا ما شفناش عدسه اكبر كايه؟ اكبر كحجم، حتى لو الارقام اللي بتشوفها على العلبه بقت اكتر. اول الشهر ده سامسونج اعلنت عن سنسور جديد، والسنسور ده يا صديقي 200 ميجا بكسل، وخلاص ده قالت انه دخل الانتاج وهنشوفه في الموبايلات القادمه. ولكن لو جيت تقيس السنسور ده جنب الاس 23 الترا مثلا اللي نازل من 2023 مش هتلاقي فرق في المقاس، ده بالعكس يا صديقي كمان هتلاقي نفس الميجا بكسلز ونفس كمان حجم البكسل الواحده. ايه ده، هي البكسل بتتقاس؟ يا صديقي حتى البكسل اللي هي اصغر وحده في الكاميرا دي برضه بتتقاس. طب ليه بقى؟ هل احنا خبطنا في حيطه سد؟ خلينا نبسط الموضوع خالص كده من اول دلوقتي لحد اخر دقيقه في الفيديو عشان نفهم الموضوع ده مع بعض. فنتخيل يا صديقي ان احنا عندنا حيطه، الحيطه دي فيها شباك، الشباك ده بيدخل شمس، فالشباك ده هي اللينس بتاعت الكاميرا بتاعتنا. طب والحيطه دي هي سمك الموبايل، فلو بصينا من الجنب كده طلعنا راسنا بره الشباك وبصينا على الحيطه كده هنلاقي في سمك معين، السمك ده الموبايل بتاعنا، والشباك ده صديقي هي العدسه. فكل ما الشباك بتاعنا بيكبر اكتر كل ما بيسمح باضاءه شمس داخله لنا اكتر بكتير، ولو صغر الاضاءه اللي داخله للاوضه هتقل اكتر بكتير. يعني انت لو عايز اضاءه اكتر هتعمل ايه؟ هتكبر الشباك. انتوا بتقولوا شباك ولا شباك؟ يعني شباك. ولكن لو وصلت لحد معين، حد اقصى خلاص مش عارف تكبر عنه الشباك اكتر من كده، هتضطر تعمل ايه؟ عايز تكبر الحيطه اكتر عشان الشباك يكفي مساحه اكتر، صح كده؟ ولكن يا صديقي المشكله هنا ان زي ما قلنا كده سمك الحيطه دي هي سمك الموبايل، وبالتالي مفيش شركه دلوقتي ناويه اصلا تكبر السمك بتاع الموبايل تاني زي زمان. مش هتلاقي موبايل تخين قد كده عشان يحط لك عدسه كبيره زي بتاعه الكاميرا مثلا، وده بالظبط اللي خلى البروز بتاع الكاميرات اللي بره تقريبا معظم الموبايلات اللي ماسكينها دلوقتي يطلع موضه ونشوفه كتير. تعال نفهم اكتر بقصه سامسونج اللي كنا لسه بنتكلم عنه. سامسونج السنسور الجديد بتاعها اسمه ISO سيل HPC، وده طلع اول الشهر ده، ومعاه تقنيه جديده اسمها ديب بيكس، ودي يا صديقي اول مره سامسونج تستخدمها. طب ايه دي؟ استنى هقول لك، استنى. وزي ما قلت لك البيكسل بتتقاس، فسعه كل بيكسل زادت 60%. طبعا احنا هنا بنقارن بالجيل اللي قبله مش بنقارن باي موبايلات تانية، وده يا صديقي بحسب كلام سامسونج بنفسها. وكمان بتقول ان ال HDR بقى يتاخد بفريم واحد بس بعمق 16 بت. هي بفريم واحد دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ دي حاجه حلوه طبعا يا صديقي، لان احنا كنا بنضطر عشان نطلع HDR نضيف نجيب كذا صوره وندمجهم سوا، فنطلع ناخد الشمس الحلوه من هنا على الظل الحلو من هنا فيعمل لك HDR كوكتيله كفرغان. ولكن ان انت تعرف تطلع HDR بفريم واحد فدي حاجه جامده جدا. طب كل ده كلام جديد وحلو جدا، تعال بقى نقارن بالاس 23 الترا بتاع 2023 اللي بقاله 3 سنين ونص. لو جينا نقارن كحجم هتلاقي ان السنسور المين بتاع 2023 1/1.3 انش. طب بتاع HPC اللي هو لسه جديد 1/1.3 انش. طب حجم البيكسل في الاثنين 0.6 مايكرومتر. نفس الرقمين بالظبط، ده فرق 3 سنين ونص من 2023 لحد 2026 نفس الارقام. ده كمان يا صديقي سامسونج بتقول ان ساعتها في 2023 البيكسل زادت حجمها 33%. ولكن دي كلها ادعاءات وارقام على ورق، خلينا نفهم الموضوع اكتر. انت دلوقتي عمال تقول 1/1.3 1 وكام، يعني ايه الرقم ده؟ وامتى يبقى كبير وامتى يبقى صغير؟ هنا انت لازم تركز ان احنا بنقول 1 على كسر، فلما نقول 1/1.3 و1/1.2 ال1/1.2 هنا اكبر من 1/1.3. الرقم اللي تحت كل لما يصغر كل لما السنسور يكبر، والرقم اللي تحت ده كل لما يكبر كل لما السنسور يصغر، والسنسور الكبير يدخل اضاءة اكتر بكتير وده الاحلى، ولكن هياخد حجم اكتر. تمام كده المعادلة مفهومة. وفي سنسور قديم شوية من 2022 خليك حافظ اسمه عشان هنلجأ له كتير، اسمه ال1 انش تايب. وال1 انش تايب ده يا صديقي ما كانش 1 انش ولا حاجة، هو فعلا كان اكبر من بقية السنسورز ولكن ما كملش ال1 انش، يعني اصغر بحبة ولكن سموه 1 انش، يعني خلاص
يعني انا بس بفهمك لما تسمع ان الكاميرا دي 1 انش سنسور او اللي هي اسمها 1 انش تايب سنسور، اعرف ان ال1 انش تايب ده مش ال1 انش الحقيقي، مش الانش اللي بيتقاس 1 انش، ده اصغر شويه. المهم يا صديقي، سواء ال1 انش تايب او غيره فكل دول صغيرين جدا مقارنه بالكاميرات البروفيشنال. احنا هنا بنتكلم عن سنسور حجم تقريبا ضفر صباعك، يعني حاجه صغيره مهما كانت هي برضو اصغر بكتير من الكاميرات. طب نرجع للميجا بيكسل. ايه بقى ال 200 ميجا بيكسل دول؟ تعال نرجع للشباك اللي كنا بنتكلم عليه. لو احنا خلاص اكتفينا بحجم الشباك وقلنا ان احنا مش عارفين نكبر اكتر من كده الشباك، هنعمل ايه؟ بدأنا نقسم الشباك لخلايا صغيرة اكتر من الاول، فكسرنا الخلايا بتاعت الشباك دي ل 200 مليون خلية، كل واحدة لوحدها مسؤولة انها تدخل لك اضاءة منها لجوه الأوضة، ولكن الواحدة لوحدها على حسب حجمها اللي هي بنسميها البيكسل قادرة انها تدخل لك نور ولا لا. فانت كده يا صديقي عندك شباك الأوضة متقسم 200 مليون خلية، كل خلية منهم 0.6 مايكرومتر، ولكن لو خدت خلية واحدة اللي هي ال 0.6 دي عشان تدخل لك نور، هي غير قادرة انها تصور صورة نظيفة ولا تدخل لك اضاءة كافية. وهنا لجأنا لحاجة اسمها بيكسل بيننج، بقينا نجمع كل 16 بيكسل لوحدهم كده واقول لهم انتوا مسؤولين تدخلوا لي اضاءة مع بعض، واخد 16 تانيين يدخلوا لي اضاءة مع بعض، 16 زيهم لحد ما جمع الصورة كلها ب16 من البيكسلز اللي هم ال 200 مليون، عشان يطلع لي الصورة في الاخر يا صديقي 12.5 ميجا بيكسل مش 200 ميجا بيكسل. يعني انت لو جبت 200 مليون وقسمتهم على 16 هيطلع لك 12.5 مليون. طب ما كده يبقى ال 200 دي نصب بقى، ده كده بيضحكوا علينا، يعني هو مش 200 ميجا بيكسل ولا حاجة. لا يا صديقي، انت عندك حاجتين بتاخد فيهم ال 200 ميجا بيكسل دي مظبوط. اولا هتستفاد بال 200 ميجا بيكسل في يوم انت نازل تصور فيه، اليوم مشمس، الشمس طالعه على اخرها، يوم ما فيهوش سحب، الاضاءه كويسه جدا، هتلاقي كل خليه زي ما كنا بنقول كده اللي هي ال 0.6 قادره تدخل نور. خلاص بقى انت عميها نور من الشمس، هتعرف تدخل كويس، وساعتها هتشوف صوره نظيفه 200 ميجا بيكسل. طب والحاجه الثانيه الزوم يا صديقي او الكروب، لما تبدا تزوم وانت بتصور كده او حتى بعد ما خدت الصوره 200 ميجا بيكسل عندك مساحه كافيه الصوره تفضل نظيفه. ولكن يا صديقي لازم تبقى عارف ان مهما عدد الخلايا دي زادت في الشباك مش هتدخل لك اضاءه اكتر. يعني احنا لو قسمنا ال 200 دول ل 400 ولا ل 500 هي في الاخر نفس فتحه الشباك. فتحه الشباك دي اللي هنسميها الابرتشر اللي هي فتحه العدسه، ودي مهما كان فتحه العدسه هي وانت عمال تزود لي في الخلايا اللي جوه نفس فتحه العدسه، نفس الاضاءه اللي هتخش مش هتتغير. عايز تدخل اضاءه اكتر هتكبر لي الابرتشر فهيدخل اضاءه اكتر. خلصانه تمام. واحنا هنا يا صديقي بنقول ان احنا وصلنا لحيطه سد. يعني انا بقول لك ان ال1 انش تايب ده موجود من 2022، والسنسور الواحد على 1.3 بتاع سامسونج موجود من الاس 23 الترا بتاع 2023. تعالى نمسك كده شويه تواريخ عبيطه بس افهمك احنا فين. لما ال1 انش تايب ده نزل يا صديقي في 2022 شفناه في اول موبايل الشاومي 12 اس الترا، وبعدها 2024 سوني عملت نفس حجم السنسور ده ال1 انش تايب وشفناه في الاوبو الفايند اكس 7 الترا، لحد نوفمبر 2025 سوني نزلت سنسور جديد. السنسور ده برضو 200 ميجا بيكسل اسمه LYT 901. السنسور ده بقى مش 1 انش تايب، ده 1 على 1.12. فكر كده، ده اصغر ولا اكبر من 1 على 1.3؟ لا طبعا يا صديقي ده كده اكبر. الرقم اللي تحت يصغر معناها ان السنسور كبر، ولكن برضو ما وصلناش للسقف اللي كنا وصلنا له قبل كده اللي هو ال1 انش تايب. ولحد يا صديقي الشهر اللي احنا فيه اغسطس 2026 وسامسونج تيجي تفاجئنا بحجم السنسور بتاع 2023 تاني. يعني من الاخر كده اخر 4 سنين كل الشركات الكبيره اللي بتصنع تقريبا سنسورز الفلاج شيبس كلها محدش عارف يتخطى السقف بتاع 2022 ال1 انش تايب. اللي يزود خانات واللي يشيل خانات واللي يحط مساحه مش عارف فين واللي يركب روف، محدش وصل لمساحه اكبر من ال1 انش تايب. طب هل هنا احنا بنقول خلاص كده فيزيائيا الموضوع مقفول ضبه ومفتاح ما فيهاش؟ يعني لا يا صديقي، هي فيها بس بطرق مختلفه. يعني مثلا في اتجاهات بحثيه بتقول ان احنا هنشوف انواع جديده من اللانسز غير التقليديه اللي احنا نعرفها، فهتقدر تدخل اضاءه اكتر بكتير بنفس الحجم، ولكن لسه ما شفناش الكلام ده. ولكن شفنا الشركات الكبيره بتعمل حركات تانية بدل ما يحاولوا يكسروا الهاي سكور اللي وصلنا له في 2022. طب بيعملوا ايه بقى بدل ما يكبروا الشباك؟ تعال نرجع تاني لسامسونج يا صديقي اللي عامله تقنيه اسمها ديب بيكس، وقلت لك استنى عليا هنتكلم عنها. تخيل لو مسكنا كل بيكسلايه من البيكسلز الصغيره اللي قلنا مساحتها 0.6 مايكرومتر وبصينا فيها زي الكوبايه الحلوه دي كده. تخيل الكوبايه الواحده من دول هي بيكسلايه، كأن كل بيكسل لوحدها معاها
كونتينر صغير، كوبايه صغيره بتجمع لي فيه الضوء. وسامسونج بدات تلعب على الحته دي يا صديقي، انها تعمق كل بيكسل من هنا، فتقدر تشيل ضوء اكتر، مش تدخل ضوء اكتر، تشيل ضوء اكتر. وده هو الفول ويل كاباسيتي او الاف دبليو سي. وده لو قلنا الديفينيشن العلمي بتاعها هي السعه بتاعت كل بيكسل قبل ما تتشبع للاخر، تتملي للاخر وتبدا تحرق الصوره او تحرق التفاصيل الفاتحه اللي في الصوره. يعني اقدر اقول يا صديقي ان كل ما تكون الكوبايه دي اعمق، هشوف تفاصيل او مدى اوسع بين اغمق نقطه في الصوره وافتح نقطه في الصوره، اللي هو ايه ده بقى؟ جه في بالك ايه؟ الاتش دي ار. علشان كده بقول لك السنسور ده قادر على انه يطلع اتش دي ار من فريم واحد، بدل ما نطلع كذا فريم ونلزقهم سوا. ده غير يا صديقي استثمار الشركات في البيت دبس، او ان كل بيكسلايه تبقى شايله ديتيلز اكتر بكتير، ففي الاخر تشوف صوره انضف بكتير. يعني ممكن تشوف موبايلين بيستعملوا نفس السنسور بفرق بيت دبس، وتلاقي السنسور في الموبايل مثلا اكس مطلع صوره احلى بكتير قوي من موبايل واي اللي هو من براند تاني بس بيستعمل نفس السنسور. كمان يا صديقي الموبايلات بتتنافس بالاي اي، الذكاء الاصطناعي والايمج بروسيسنج اللي بيتم على الصوره. انت يمكن بتاخد 10% من الصوره بايدك وعينك اللي شايفه المنظر حلو، الباقي كله على الموبايل، والذكاء الاصطناعي والايمج بروسيسنج بيعمل شغل اكتر تقريبا منك للاسف بكتير انه يطلع صوره حلوه. وهنا التنافس بين الشركات بقى، ازاي نساعد الاند يوزر ياخد صوره حلوه او ناخد له احنا الصوره الحلوه. ما اعرفش يا صديقي برضه انت تقدر تقول لي انت شايف ان دي ميزه او عيب. انا بصراحه بقيت شايفها عيب، ان دي شالت مننا الكرياتيفيتي، حتى لو الصوره طالعه مبكسله وشكلها يقرف، ولكن على الاقل كنت واخدها بمجهودك. دلوقتي احنا عارفين ان انت بتصور صوره تحفه، مش احنا اللي واخدينها بمجهودنا. ولكن يا صديقي ما تنساش تقولي في الكومنتات اصلا انت شايف ان ممكن في يوم من الايام موبايل الكاميرا بتاعته توصل تبقى احسن من كاميرا بروفيشنال، او اللينس بتاعته تدخل اضاءه اكتر من كاميرا بروفيشنال. وانت رايح تجيب الموبايل المره الجايه يا صديقي ما تبصش على رقم الميجا بيكسلز، تبص الاول على حجم السنسور، تشوف حجم السنسور قد ايه، تشوف البيت دبس. دلوقتي انت بقيت فاهم يعني ايه بيت دبس، ويعني ايه حجم البيكسل جوه اللينس، ويعني ايه كمان فتحه عدسه او اللي هي الابرتشر، وتقدر تقيس الكاميرا احلى ولا اوحش بحاجات كتير قوي عن الميجا بيكسل المفروض تبقى اخر حاجه في المقارنه بتاعتنا. ولكن لو عايز تشوف الصياعه بجد ما تنساش تشوف بقى بيكسل ازاي زودت سعر الموبايل من غير ما تغير السعر، او حتى تشوف ابل عملت ايه عشان تلغي التقسيط وتبدا تمسك نظام جديد، نظام الايجار. واخيرا يا صديقي وليس اخيرا، اكيد ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، واكيد كمان واشوفكم في فيديو جديد.